ناخد التليفون. مدام ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذه لمى؟ الحمد لله بخير. انا مدام ريهام اللي كنت اتصلت يوم الدكتور، وكنت طالبه ان انا اتصل بالدكتور رمضان لما يكون موجود. اتفضلي. وانا بعزه جدا وبحبه، وجوزي الله يرحمه كان بيحبه جدا وكان بيتفرج عليه. ربنا يكبر خاطرك يا مدام ريهام. الله يخليك. الله يرحمه رحمة واسعة يا رب يا ويدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. آمين. انا كنت عايزاك، هو طبعا كان بيحبك جدا جدا، وهو كان بيعمل خيرات كتير جدا 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 قبل ما يموت. انا معايا منه 5 اولاد. اولاده دول لما هو ابوهم توفى يعني يكاد يكون كلهم تعبوا نفسيا بموت ابوه، لان هو كان الظهر وكان السند وكان كل حاجه لينا. فدلوقتي الولاد دول انا نفسي انك انت تدعي لهم ان ربنا يهديهم. ربنا يهديهم. سنهم قد ايه يا فندم؟ معايا 2 متجوزين. طيب ما شاء الله رجاله. و3 يعني لسه في التعليم. كبار يعني، ما فيش حد لسه؟ لا ما فيش حد فيهم صغير، اصغر حاجه رايح تانية اعدادي. طيب تمام. ده اللي يعتبر اللي انا يعني حاسه ان هو اللي انا طلعت بيه من الدنيا. ربنا هديه الحمد لله. نفسي تدعي للباقي ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويرزقهم، لان هم حاسين ان بموت ابوهم الدنيا خلصت، الرزق اتقطع، لان ابوهم طبعا كان بيسند عليهم في كل حاجه. الدنيا اسودت في عينيهم بعد ما باباهم مات. هم عشان كانوا مرتبطين بيه قوي. كانوا مرتبطين بيه. هو كان بيحل لهم كل المشاكل كبيره وصغيره. وكنت عايزه رقم تليفون الشيخ رمضان. طب حضرتك ارجعي للكنترول. تابعينا يا مدام ريهام. هو احنا صح ان ولادنا يتعلقوا بينا ونبقى حنينين قوي عليهم ونبقى ساندينهم وواقفين في ظهرهم وموجودين معاهم، ولا غلط؟ الجنايني لقي قلق وحركة جوه فراشة جوه يرقة جوه وردة، تمام، شرنقة كده جواها فراشة فيها حركة قوية جدا. فالبستاني قال أكيد في الشرنقة دي فراشة. الفراشة دي عمالة تضرب بجناحاتها عايزة تقطع الشرنقة وتخرج. فمن حنيته الزيادة ومن دلاله الزائد حن عليها وقال بدل ما تتعب أنا ريحها وأقطع لها الشرنقة تخرج على الجاهز. فجأة جايب سكينة وجا فاتح الشرنقة وفتح الشرنقة على الآخر عشان الفراشة تخرج. فخرجت الفراشة ضعيفة الجناحين جدا، مش قادرة جناحاتها تشيلها، فوقعت على الأرض تعاني وظلت تعاني حتى ماتت. دي قصة رمزية بس وصلت الرسالة. الله يبارك في عمرك، الله ينور عليك. هذا ما أقصده. احنا التدليل الزيادة يفسد الولد ويفسد البنت. التدليل الزيادة بيطلع أولاد عظاميين مش عصاميين. مش احنا عندنا نقول واحد يقول ده عصامي، عكسه عظامي، لأن العظام سند على بعضها، رجليا مسنودة على ركبي وسطي مسنود على بعضه، تمام، متركب على بعضه. إنما العصام اللي هو وقف لوحده. فاحنا محتاجين نتعلم ازاي نسيب ولادنا، نديلهم مساحة من التصرف، ومساحة من أخذ القرار، ومساحة من الخطأ. سيبه يغلط وصحح له غلطه، ومن الخطأ يتعلم. فلولا الطفل الصغير أنه وقع ما تعلم المشي، ولولا أنه أخطأ في الكلام ما تعلم النطق. فليس الخطأ أن تخطئ، وإنما الخطأ أن تتعمد الخطأ أو أن تستمر على الخطأ. فمن الوقوع نتعلم الوقوف، ومن الألم يأتي العلم،
ولذلك العلماء يقولوا كده: التألم يجلب التعلم. لما اتلسع من النار عرف انها بتلسع. لما اخذ الملح ووضعه على فمه عرف انه طعمه مش حلو، ما يجيلوش تاني. لما مسك نص الليمونه وضعها في بقه تفلها عرف انها مره. فمن هنا يتعلم. الله يبارك فيه. فاحنا محتاجين ده. تحيه كريمه للاب الظهر والسند، الله يرحمه رحمه الله واسعه. يرحمه. ظهر وسند. بس التدليل والمحاوطه الزايده على العيال خلاهم اتكاليين، خلاهم دايما دفيانين بالاب. فلما مات الاب فجأة لقوا انكشف نفسهم لوحدهم. بالظبط. لا، سيب ولدك، سيبه يشتغل، سيبه يتعلم، سيبه يغلط، ومن الخطأ يتعلم الخطأ. وتحت عيني عندك محل، وقف ابنك فيه وخليه هو اللي ياخد قرار، ولما ياخد قرار ما ترجعوش، كبره. عندك شركة، يتحمل يا مسؤولية سلام، قراره. امال هيكبر ازاي يا فندم؟ هيتعلم منين؟ بالظبط. طب انا لا عندي شركه ولا عندي، من البدايه من الصغر، وبفضل الله انا بعمل كده من الابتدائي. انت يا ابني تعالى، انت مصروفك كام؟ انا مصروفي كذا، اتفضل من اول الشهر، يخلص بقى في ربع الشهر، انت حر بقى، ما يخصنيش. فبدأ يتعلم ازاي يرتب اموره. بعضهم بدأ يقسم على الاسابيع، حتى دروسه. خد اشتغل مع نفسك، خد قرارك مع نفسك، تختار ايه مع نفسك، وانا اراقب عشان ابني. خد قرارك. فمن هنا لابد ان احنا نعلم ولادنا ما يبقوش ملتصقين بينا. ما هي البنت طول ما هو لازقه بامها هي مش عايزه حد في الدنيا. طب ما الام مسيرها تمشي. الابن طول ما هو في ظهر الاب بس ومش شايف حاجه من الدنيا، وما اريكم الا ما ارى، هي دي ازمه. طب لما يموت الاب هيلاقي نفسه لوحده. فاحنا محتاجين بجد نعيد نظرتنا في تربيه اولادنا.